جورج كواسي للغرافة. نني في المكان السليم. يا سلام، مهارة موجودة والتسديدة. جول للغرافة، هدف للغرافة. ألعاب جميلة للبرازيلي نني، والبرازيلي الآخر إليكس يأتي بالهدف الأول بتمريرة جميلة، وبعد ذلك يضع الكرة بصورة راقية. هذا نني بدأ المهمة وأنهى يا سلام بنجاح وبذكاء وبحرفنة كبيرة ما فيها القوة، ولكنه استخدم الذكاء الكبير، ما سدد بقوة. هدف جميل يسجل في الدقائق الماضية من عمر الشوط الأول، وعالية وخطيرة. جول العمدة عماد يأتي بالتعادل. هو بحاجة إلى هذه الكرات حتى يسجل من أنصاف الفرص، من نوعية المهاجمين القادرين على أن يسجل من أنصاف الفرص. هذه نصف فرصة، ليست فرصة كاملة، استغلها استغلالا مثاليا عماد الحوسني. لكن يا سلام على تيسير الجاسم، هو اللي يسر الأمور، هو اللي سهل الأمور للعمدة عماد لأن يأتي بالتعادل، وبالتالي الأمور الآن 1-1. حلوة المباراة، مباراة ريال مدريد وسيلتا فيغو، وهنا في هذه المرور الآن في لمسة يد، نعم في لمسة يد على كامل الموسى في الكرة الماضية. الكرة تغير الاتجاه، تصل إلى ضربة جزاء، ونني بالتالي هو اللاعب الذي ربما يتقدم الآن لتنفيذ. لا، جبريل سيسي. هل بالإمكان أن يهدي الفرنسي جبريل سيسي اللي سجل في مرمى النصر الإماراتي هدفين، وسجل في مرمى سبهان هدفين في هذا الملعب الآن يتقدم عبد الله معيوف يناظر، والتركيز من جانب الفرنسي. ضربة جزاء بالإمكان أن تهدي الغرافة التقدم الآن، يتقدم الآن، يسدد. جول ثاني للغرافة. الغرافة يتقدم الآن من ضربة جزاء، وبالتالي صارت الأمور الغرافة يتقدم الآن، والكرة من ضربة جزاء نفذها سليمة، مرت سريعة، استقرت في الشباك، يتقدم الغرافة، وبالتالي تصبح الأمور الآن عند تقدم الغرافة على الأخرى القادمة، هذه المرة من الجهة الأخرى. مراقب عماد الحوس، خطيرة. جول التعادل عن طريق الكولومبي بالومينو. ايضا بالراس مرتين سجل النادي الاهلي، الراس العمانية في الاولى والراس الكولومبية في الثانية، وبالتالي مباراة الان تعود الى التعادل. كرة جميلة ملعوبة من فيكتور سيموس بالراس، وبعد ذلك تأتي المتابعة، بدأت بالراس برازيلية وبالراس كولومبية، وبالتالي التعادل يعود الآن، والتعادل يعيد المباراة إلى نقطة البداية. 4 أهداف جميلة بين الشقيقين الصديقين الكبيرين الغراف القطري